السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو سمير من قناة ذا كينج. النهاردة هنتكلم عن ازاي ان احنا نسرع الكمبيوتر من غير اي برامج. طبعا خطوات بسيطة بس هتتفاجئوا من سرعة الكمبيوتر بعد ما نخلص. اول حاجة لازم نوقف كل البرامج اللي شغالة في الخلفية. هنروح على تاسك بار هنا، نضغط ضغطة باليمين، نختار تاسك مانجر. حلو، نختار ستارت اب اب. البرامج اللي شغالة تبدأ اول مع الويندوز. مثلا برنامج زي ده احنا ممكن مش محتاجينه، اللي هو اديسك، ممكن ضغط اليمين عليه ونعمله ديسيبل حسب البرامج اللي انت مشغلها عندك. ممكن توقف معظم البرامج اللي تشتغل مع البدء الجهاز، ده هيسرع كتير من الجهاز. ضغط اليمين، ممكن وان درايف نسيبه. هنوقف طبعا كل البرامج، انا هوقفهم بسرعة كده. كل البرامج دي طبعا شغالة في الخلفية، فبتستهلك من الجهاز او من الرامات ومن البروسيسور. تمام كده خلصناهم خالص. كده خلاص وقفنا كل البرامج اللي بتشتغل في الخلفية. تاني خطوة هنضغط على علامة الويندوز من مفاتيح وحرف الار، نكتب كلمة تمب، TEMB، انتر. طبعا كل اللي ظهروا هنا ملفات ملهاش لازمة، هنديك كنترول وحرف الاي وبعدين نختار ديليت. طبعا مش هيتمسح خلاص، ممكن نعمله سكيب مفيش مشكلة. هنروح تاني برضو نعمل نفس الخطوة مع كنترول ويندوز ار، نختار تمب بس هنحط علامة في المية قدام هنا، شيفت 5 وعلامة بعدها شيفت 5. اوكي، برضو نفس الكلام ده هنحددهم كلهم، كنترول حرف الاي بعدين نحذف كله. تمام، اللي ما ينفعش خالص بنعمله سكيب وخلاص. do this for all. خلاص نفس الخطوة تاني، ويندوز ار، هنكتب كلمة بيرفكت. بيرفكت، تمام. اوكي، بريفيتش، اسف هنا الحرفين دول متبدلين. بريفيتش، كونتينيو. طبعا كل الكلام ده كله كنترول ايه وبعدين نحذفهم. هنعمل سكيب اول، تمام كده خلاص. كده مسحنا كل الحاجات اللي ملهاش لازمه في الويندوز بتاعنا. بعد كده هنخش على ماي كمبيوتر، ضغطه باليمين هنا على السي وبعدين نختار بروبرتيز وبعدين نختار تولز وبعدين نعمل اوبتمايز للسي. سي هنا اهوت نختاره وبعدين نعمل اوبتمايز. طبعا هياخد وقت شويه، انا طبعا عشان وقت الفيديو ممكن ابقى اعمله انا بعدين. حلو، فانا هوقفه دلوقتي. تمام، هو كده كده الجهاز عندي سريع فممكن يعمل ده بسرعه، بس عشان وقت الفيديو. تمام، انت تعمله اوبتمايز هيشتغل لحد ما يكمل 100% وخلاص هيشتغل عندك السي بشكل سريع. اي حاجه على سطح المكتب عندك هتفتح بشكل اسرع. بعد كده هنعمل ازاي نحسن استقرار النت او نسرع النت عندنا. ويندوز وحرف الار، هنكتب في الجزء ده ان سي بي اي دوت سي بي ال. اوكي، طبعا الويندوز النت عندي واي فاي، لو النت عندك هنا بتضغط على اليمين برضو، او النت عندك اللي هو كابل نت يظهر لك حاجه تانية غير كده. ايا كان ده او ده، ضغط باليمين عليه تختار بروبرتيز وبعد كده بنوقف ده اللي هو IPv6 ده، بنوقفه خالص. نوقفه كده بنعمل اوكي، كده النت هيشتغل بشكل اسرع. تمام. طبعا لو انت عندك مثلا تابلت او كمبيوتر ممكن تظبط انت اعداد الطاقه من هنا اللي هو باور اند سليب سيتنج، ضغط اليمين على هنا. طبعا عندي لابتوب
فبتظبط انت اعداد الطاقه من هنا. تمام، ده بالنسبه للطاقه. بالنسبه لتاثيرات الويندوز والكلام ده كله، انت ممكن تشيل تاثيرات الويندوز بحيث انها ما تاثرش عليك شويه. يعني مثلا هقول لكم بنشيلها ازاي. ويندوز وحرف الار، نكتب سيست سواي اس دي ام، دي ام مش تي ام، دوت سي بي ال. تمام، وبعد كده هنختار ادفانسد، ونيجي عند بيرفورمانس ديت نختار سيتنج، وبعدين نختار adjust for the best appearance. بعد كده اوكي. كده خلاص شلنا تأثيرات الويندوز. هيبقى الويندوز عندنا شكله مش احسن حاجة، بس هيبقى سريع جدا. يعني ممكن يكون شكل الويندوز اتغير شوية، بس مش هيأثر قوي، يعني مش هيأثر على الشكل العام قوي، بس اضاءة بس اتغيرت، حاجات خفيفة، الكلام ده كله. بس مش هتلاقي السرعة اسرع بكتير، يعني هتلاقي السرعة عندك اسرع بكتير. لما تفتح اي مثلا متصفح او اي حاجة هتلاقي الموضوع اسرع شوية عندك. حلو، حتى هتلاقي النت لما تيجي تبحث عن حاجة مثلا هتلاقيها سريعة معاك. تمام. ده كل حاجة، واتمنى اكون شرحت الموضوع ببساطة. ولو حسيتوا بالفرق يا ريت تكتبوا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك طبعا. سلام.